السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبه اولى ثانوي كل سنه وانتم طيبين واهلا بكم في عود دراسه من جديد. معاكم مستر احمد الدسوقي مدرس ماده التاريخ للثانويه عامه. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الدرس الاول حضاره والتاريخ، شرحناه باسلوب جميل جدا جدا. انصحك لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه. ركزنا على النقط المهمه، عرفنا يعني ايه النظام الجديد وعرفنا طريقه الاسئله بتيجي ازاي. النهارده كده هنحط النقط على الحروف وهنحل مع بعض الاسئله وهنقول لك الافكار بتيجي ازاي وهنحل مع بعض كل انواع الاسئله. فما تشيلش هم التاريخ وباذن الله التاريخ هيكون في امان لسنين قدام. يلا بينا بسم الله. اول سؤال كده بيقول لك ايه؟ تنوعت اسهامات الغرب الحضاريه على مر التاريخ الا ان هذه الاسهامات اضمحللت فين؟ 1. العصور القديمه، العصور الوسطى، الحديثه، المعاصره. طيب احنا قلنا ان الغرب الاوروبي كان فيه حضاره كبيره جدا جدا في العصور القديمه، بس الحضاره دي وقعت في العصور الوسطى. في العصور ايه الوسطى؟ احنا قلنا العصور عصر الاضمحلال الاوروبي، عصر الركود، عصر السقوط، بالعصور الوسطى. العصور الوسطى يبقى الاجابه هنا العصور الوسطى. طيب تاني سؤال بيقول لك ايه؟ يتضح من خلال تحليل النص والصوره المقابلين ان المتحف القبطي دليلا على. المتحف القبطي ده موجود في مصر، يقول لك يقع داخل اسوار حصن بابليون. افتتح عام 1910 ويتسم بص بيتسم بايه؟ بالطابع القبطي الممزوج بالتقاليد المصريه القديمه الهلينستيه اللي هي الحضاره الهلينستيه، الحضاره اليونانيه، مزيج ما بين اليونانيه والمصريه، والبيزنطيه والاسلاميه. لما يجي يقول لك كذا حضاره جنب بعض، كذا حضاره كده، المبنى ده اتعمل ما بين الحضاره المصريه القديمه، جت اثرت على الحضاره اليونانيه، اثرت على الحضاره البيزنطيه، اثرت على الحضاره الاسلاميه، اتضربوا في الخلاط طلعت لي المتحف القبطي. تمام؟ يبقى كذا حضاره جنب بعض، يبقى يبقى التواصل الحضاري والفكري. الحضارات بدات تتاثر. احنا مثلا في مصر اتاثرنا بكذا حضاره، الحضاره اليونانيه، الحضاره البيزنطيه، الحضاره الاسلاميه، وعملنا المتحف القبطي. فلما يجي يقول لك كذا حضاره جنب بعض يبقى التواصل الحضاري. طيب هتقول لي مثلا الاختيارات الثانيه، استخلاص العبر والدروس. هو فين العبر من كده؟ فين العبر اللي انا اعمل المتحف القبطي؟ الصراع المستمر بين الحضارات. الصراع ايه ده؟ بيقول لك مزيج المتحف ده او المتحف القبطي ده اتعمل بسبب التواصل ما بين الحضارات، تاثر وتاثير بالحضارات الثانيه، فما فيش طبعا صراع ما من هنا. الخصوصيه العقائديه، لا، قال لك مزيج ما بين الطابع القبطي، المصريه، اليونانيه، البيزنطيه، الاسلاميه، فبالتالي هي التواصل الحضاري والفكري. طيب تعالى كده للسؤال الثالث، بيقول لك ايه؟ امامك صوره لاثر سجل عليها الفرنسيين سرطان خلال. بيقول لك ده اسمه القوس الاوروبي. اما فرنسا بتنتصر بيعدوا من عليه بوابه القوس الاوروبي. طيب قوس النصر في باريس تم بناؤه في القرن ال19. ده دليل على العصور ايه؟ القرن ال19. اعرف القرن منين؟ القرن ال19 يعني 1800 وحاجه. طيب انا اعرف القرن منين؟ شايف اخر رقمين؟ زود عليهم رقم، تبقى بقينا في القرن، بقينا في القرن. يعني انت عايز تحسب القرن تشوف اخر رقمين من السنه وتزود عليهم رقم. يعني مثلا احنا دلوقتي في سنه كام؟ 2024. 2024 شايف اخر رقمين؟ زود عليهم رقم، بدا كام؟ 21. يبقى احنا في القرن ال21. يا عم مثال تاني، 1350. طيب عايزين نحسب القرن، شايف اخر رقمين؟ 13 صح؟ زود عليهم واحد، ال 14. يبقى احنا في القرن ال 14. طيب انا بقول لك ليه الحته دي دلوقتي؟ بقول لك عشان تحسب القرن من خلال السنه، والعكس صحيح، لو جالك قرن تعرف من خلاله السنه. فما بيقول لك المبنى ده تم بناؤه في القرن ال 19 يعني 1800 وحاجه. طيب هتعرف منين 1800 وحاجه دي في العصور ايه بقى؟ في العصور الحديثه. طب اشمعنى؟ العصور الحديثه ابتدت امتى؟ العصور الحديثه ابتدت من 1453 لحد 1914 الحرب العالميه الاولى. طيب و1800 ما بينهم، يبقى هي في العصور الحديثه. وخلي بالك كده لما يقول لك مثلا قوس النصر في باريس، مش احنا قلنا في العصور الوسطى كان عصر الاضمحلال وعصر القوه الاوروبيه كانت في العصور الحديثه، فبالتالي اي انتصارات اوروبيه هتبقى في العصور الحديثه. طيب السؤال الرابع بيقول لك ظهرت النواه الاولى لنشأة الحضارات في منطقه. احنا قلنا النشأة الأولى لبداية الحضارات، البذرة الأولى، المحطة الأولى لنشأة الحضارات كانت في بلاد الشرق الأوسط، اللي هو مصر، العراق، فارس، فينيقيا. وبعد كده انتقلت إلى الغرب، شرق غرب، شرق غرب. يبقى المحطة الأولى أو النواة الأولى أو البذرة الأولى كانت في منطقة الشرق الأوسط. طيب
السؤال اللي بعديه، يعد اول ظهور للحضارات العظمى بالغرب. حضارات العظمى بالغرب، احنا قلنا العصور القديمه كان فيها العصور القديمه كان فيها حضاره في الشرق وفي الغرب. في الشرق حضاره مصريه يونانيه فينيقيه فارس. طيب في الغرب اليونان والرومان، يبقى اليونان والرومان، اليونان ثم الرومان. يبقى اول ظهور للحضاره الحضارات العظمى بالغرب فين؟ في بلاد اليونان. احنا قلنا في العصور القديمه كان في حضارات في الشرق وفي الغرب. في الشرق مصر، العراق، فارس، فينيقيا. طيب في الغرب اليونان والرومان. يبقى اول ظهور الحضارات العظمى في بلاد الغرب. خلي بالك ما قالكش مثلا الحضاره الاوروبيه العظمى او اقوى حضاره قامت بها اوروبا في العصور ايه، لا هو قال لك اول حضارات العظمى. احنا كان عندنا بلاد اليونان كان عندها، او اوروبا كان عندها حضاره في العصور القديمه في عصر اليونان والرومان. يبقى اول ظهور للحضارات العظمى بالغرب كان في بلاد اليونان، كان في بلاد اليونان. طيب بص السؤال ده بقى وركز فيه، سؤال مهم جدا جدا. اعتمد الرئيس انور السادات على الخداع الاستراتيجي واستخدام عنصر المفاجأة الحربية، وكان ذلك احد العوامل التي ساهمت في تحقيق النصر لمصر في حرب اكتوبر 1973، والذي كان من عوامل هزيمتنا في عدوان 1967. بص كده معايا، الرئيس انور السادات استفاد من الحرب بتاعه 1967. ايه اللي حصل في 67؟ اللي حصل ان اسرائيل فاجئتنا يوم 5/6/67 ضربت المطارات المصريه، فاحنا اتفاجئنا بالمطارات كلها اتدمرت. فده عبر عن ايه؟ عنصر المفاجاه. الرئيس انور السادات استفاد من الحدث ده وعمل برضه هو عنصر مفاجاه يوم 6 اكتوبر 10 رمضان الساعه 2 الظهر في عيد الغفران بالنسبه لليهود، وعمل حرب اكتوبر 73. ودي كانت مهمه جدا 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 عشان احنا نقدر نكسب في الحرب دي. فهنا بيقول لك ان الرئيس انور السادات استفاد من حرب 67، فهو استفاد من الماضي، يبقى اتعلم من الماضي. يبقى الاجابه هنا استخلاص العبر والدروس من تاريخ الامم السابقه. الرئيس انور السادات استفاد من الماضي، فبالتالي قدر يفهم الحاضر وقدر يكسب في حرب 73. طيب هتيجي تقول لي مثلا ابراز القدوه الصالحه مفيش حاجه، البعد عن التعصب مفيش حضارات، الشعور بالمسؤوليه مفيش. هو استخلاص عبر ودروس، لان حاجه الرئيس انور السادات استفاد من الماضي وعرف يفهم الحاضر، وبالتالي انتصر في حرب اكتوبر 73. طيب نبص على السؤال اللي بعده. حدد اي العصور التاليه تعبر عن احد مظاهر الحضاره التي نشأت في العصور الوسطى. العصور الوسطى. طيب اول صوره كده بيقول لك معبد ابو سمبل. احنا قلنا الحضاره المصريه، معبد ابو سمبل ده في مصر. الحضاره المصريه عصور قديمه. طيب الاهرامات في عصر الدوله القديمه، عصور قديمه. طيب برج ايفل في فرنسا في العصور الحديثه. اما الجامع الازهر في العصور الوسطى. الجامع الازهر احنا قلنا اي حاجه خاصه بالاسلام، سواء علماء، سواء اكتشافات، سواء اي حاجه خاصه بالاسلام، فتوحات اسلاميه، عماره اسلاميه، يبقى في العصور الوسطى. يقول لك اي المظاهر التاليه تعبر على نشاه العصور الوسطى، يبقى الجامع الازهر لانه خاص بالاسلام، والاسلام ده ظهر وانتشر في العصور الوسطى. اما بقى الاختيارات معبد ابو سمبل واهرامات في عصر الدوله القديمه، وبرج ايفل في عصر الدوله الحديثه. طيب بص كده السؤال ده، ساهمت حركه الكشوف الجغرافيه بالعصور الحديثه فيه. الكشوف الجغرافيه اثرت في ايه؟ اثرت واحد انتقال الحضاره من الشرق الى الغرب، ولا قيام الثوره الصناعيه، ولا ظهور النهضه الاوروبيه، ولا قيام حركه الاستعمار الاوروبي. طيب انا قلت لك العصور الحديثه دي بالذات لازم تعرفهم بالترتيب. نهضه، ثوره، الحركتين. النهضه اثرت على الثوره، اثرت على حركه الكشوف الجغرافيه، اثرت على حركه الاستعمار الاوروبي. عشان كده قلت لك ركز بالترتيب. طب هتقول لي ازاي؟ احنا قلنا في الشرح الكشوف الجغرافيه، انا دلوقتي اوروبا ابتدى اللي هي تكتشف اماكن جديده، فابتدى تعرف اماكن جديده، بس كانت بتدفع فلوس عشان تعدي. زي مثلا المماليك في مصر، كان البرتغاليين كانوا لما بيجي يعدوا، او اي حد كان بيجي يعدي من مصر تقول له شكل عشان تعدي، فكانت مصر بتاخد فلوس كتير جدا منهم، فبالتالي البضاعه اللي هم جايبينها دي هيبتدي اللي هم يعلي السعر بتاعها عشان يواكب الفلوس اللي هو دفعها. طيب اوروبا بقى بدات تبص ليه؟ انا دوله قويه، فالدوله دي قدامي دوله ضعيفه، فاروح اسيطر عليها
واخد المواد الخام بتاعتي ببلاش، وكمان ابيع المنتجات اللي انا هعملها زي ما انا عايز. فابتدت اللي هي تعمل حركه اسمها حركه الاستعمار الاوروبي. يبقى حركه الكشوف الجغرافيه اثرت على قيام حركه الاستعمار الاوروبي. خلي بالك بالترتيب، الكشوف الجغرافيه اثرت على حركه الاستعمار الاوروبي بعدها على طول. لكن انتقال الحضاره من الشرق للغرب، اصلا الحضاره في النهضه الاوروبيه ظهرت قبل، يعني الحضاره كانت في الغرب ما كانتش في الشرق. طيب ظهور النهضه الاوروبيه دي اصلا هي البدايه اللي عملت للثوره الصناعيه اللي اثرت في الكشوف الجغرافيه خلتنا نعمل الاستعمار الاوروبي. يبقى السؤال ده لما يجي يقول لك ساهمت حركه الكشوف الجغرافيه، على طول هتختار حركه قيام الاستعمار الاوروبي. الكشوف الجغرافيه هي اللي خلت اوروبا تفكر في حركه الاستعمار الاوروبي. طيب سؤال 9. اكتشف البرتغاليين الطريق الموضح في خريطه المقابله اللي هو طريق راس رجاء الصالح. اللي هم بدل ما يعدوا على مصر وافريقيا، بدل ما يجوا مثلا من اوروبا هنا ينزلوا هنا كده يروحوا على الهند واسيا وهكذا، لا ابتدوا اللي هم يدوروا على طريق تاني هو اطول بس اوفر ليهم وصولا الى الهند، طريق راس رجاء الصالح. طيب ده دليل على او اكتشف البرتغاليين طريق موضع في الخريطه المقابله خلال العصور ايه؟ عصور قديمه ولا وسطى ولا حديثه ولا معاصره؟ احنا قلنا اي كشوف جغرافيه في العصور ايه؟ الحديثه، العصور الحديثه. اوروبا ابتدت اللي هي تعمل حركه كشوف جغرافيه في العصور الحديثه، مش في العصور القديمه ولا الوسطى ولا الحديثه ولا المعاصره، هي في العصور الحديثه. طيب بص كده السؤال ده، ترتبط الصوره المقابله ببعض السمات التي تتميز بيه. ايه الصوره دي؟ صوره مفاعل نووي وفي تلوث، في بخار، في تلوث. فاحنا قلنا التلوث ده كان من احد سمات العصور المعاصره. احنا قلنا لما الانسان بدا يستخدم زياده على اللزوم البيئه، بدا اللي هو ياثر بالبيئه بشكل سلبي، فابتدى اللي هو يعمل تلوث البيئه وانتشار الامراض. فالصوره دي بتعبر عن التلوث البيئي، فبالتالي في العصور المعاصره. طيب سؤال 11. يتضح من خلال دراسه العصور التاريخيه أن أكثر المناطق التي استقرت بها الحضارة لأطول فترة زمنية كانت فين؟ في الشرق الأوسط ولا بشرق آسيا ولا جنوب أوروبا ولا غرب أوروبا؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وحدت الله لا إله إلا الله. احنا قلنا أطول فترة قعدت فيها الحضارة مستمرة في مكان واحد كانت الحضارة الإسلامية، استمرت 1000 سنة. طب الحضارة الإسلامية دي كانت فين؟ في الشرق الأوسط. أكتر مكان قعدت فيه الحضارة الإسلامية، قعدت فيه حضارة عموما، كانت الحضارة الإسلامية استمرت 1000 سنة، كان في الشرق الأوسط. يبقى الإجابة ألف. طيب نبص كده على السؤال رقم 12. تتمثل الفترات التاريخية التي استبقت بالعصور الدينية. احنا قلنا العصور الدينية العصور الوسطى وانت مغمض، انتشرت فيها المسيحية وانظهر وانتشر فيها الإسلام. نبص على السؤال اللي بعده. ظهرت الانتكاسة الحضارية للقارة الأوروبية بوضوح خلال عصور، السؤال ده متكرر بس بشكل تاني. احنا قلنا عصر الاضمحلال الأوروبي، عصر السقوط، عصر الانهيار الأوروبي كان في العصور الوسطى، عصر التخلف الأوروبي. طيب سؤال 14. اتسمت العصور التاريخية القديمة عن غيرها، العصور القديمة عن غيرها ب اختيارات بقى أ ب ج د. أ ازدهار الحضارات الشرقية والغربية، ولا الصبغة الدينية، ولا تركز الحضارات في الغرب، ولا الكشوف الجغرافيه؟ واحده واحده كده معايا. اولا تركز الحضارات في الغرب. اصلا الشرق الحضارات ابتدت في الاول في الشرق اللي هو الحضاره المصريه فينيقيه فارس والعراق. طيب بعد كده انتقلت في الغرب، يبقى اول اختيار تركز الحضارات في الغرب مش موجود، لان هي اصلا ابتدت في الشرق ثم انتقلت الى الغرب. ده اول استبعدنا اول اختيار. طيب الكشوف الجغرافيه احنا قلنا في العصور الحديثه، فبرضك مش في العصور القديمه، هو بيسالك على العصور القديمه. طيب الصبغه الدينيه، احنا قلنا الصبغه الدينيه دي كانت في العصور الوسطى، انتشار المسيحيه وظهور وانتشار الاسلام كانت في العصور الوسطى. يبقى الصبغه الدينيه كانت في العصور الوسطى، مالهاش دعوه بالعصور القديمه. طيب اول اختيار بيقول لك ازدهار الحضارات الشرقيه والغربيه، وهي دي الاجابه. طب ليه؟ قلنا الحضارات الشرقيه كانت مصر، العراق، فارس، فينيقيا في الشرق الاوسط، ثم انتقلت الى الغرب، العراق، اليونان والرومان، والاثنين دول كانوا في العصور القديمه. يبقى الاجابه الصح هي ازدهار الحضارات الشرقيه والغربيه. طيب السؤال اللي بعديه، يرتبط اضمحلال وانهيار حضاره المدينه الموضحه في الصوره المقابله. ايه الحضاره دي؟ ايه المدينه دي؟ مدينه روما القديمه. روما القديمه دي اللي هي انهيار الامبراطوريه الرومانيه سنه 476 ميلاديه. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك
يرتبط اضمحلال وانهيار حضاره المدينه الموضحه في العصور القديمه المقابله ببدايه ايه؟ بدايه ايه؟ احنا قلنا ال 476 ده تاريخ سقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه، فاصل ما بين العصور القديمه والعصور الوسطى. يبقى هو بدايه ايه؟ بدايه العصور الوسطى، نهايه العصور القديمه وبدايه العصور الوسطى. طيب بص السؤال ده كده، احنا قلنا فكره زيه واحنا بنشرح. بيقول لك ايه؟ بيقول لك رفض محمد علي مشروع قناه السويس وقال لك مقوله مشهوره جدا: لا اريد بوسفورا في مصر، اشاره الى مضيق البوسفور التركي والذي كان سببا في تدخل الدول الاوروبيه في السياسه التركيه وقتئذ. بيقول لك ان محمد علي لما اتعرض عليه مشروع قناه السويس رفضه، ليه؟ لان هو قال لك مقوله: لا اريد بوسفورا بمصر. مضيق البوسفور ده كان موجود في تركيا، وكان في مشاكل كبيره جدا ما بين تركيا والدول الاوروبيه عليه. فقال محمد علي قال لك انا لو عملت المضيق ده برضو، عملت قناه السويس دي، هيحصل فيه مشاكل كتير جدا في مصر وهيحصل فيه صراعات. وبالفعل لما قناه السويس اتعملت سنه 1969 في عهد الخديوي اسماعيل، ابتدت الدول الاوروبيه تتدخل في مصر وابتدى الاحتلال الانجليزي لمصر. طيب فهنا هو بيقول لك بقى: يشير مضمون الفقره السابقه الى تحقيق محمد علي لاحدى فوائد التاريخ. هو محمد علي عمل ايه؟ عرف الماضي، استفاد من الماضي، عرف يتصرف في الحاضر، وكمان تنبأ بالمستقبل، استخلص العبر والدروس من تاريخ الامم السابقه. يبقى الاجابه الصح هي استخلاص العبر والدروس من تاريخ الامم السابقه. طيب ابراز القدوه الصالحه، ما فيش قدوه صالحه في كده. الابتعاد عن التعصب، ابتعاد عن التعصب، ما فيش كذا حضاره، تنميه الشعوب بالمسؤوليه، ما فيش اي حاجه تعبر عن المسؤوليه. الاجابه الصح هو استخلاص العبر والدروس من تاريخ الامم السابقه. محمد علي استفاد من الماضي فقدر يفهم الحاضر، وكمان تنبأ بالمستقبل. قال لك لو المشروع ده اتعمل هيأثر كمان على المستقبل. وبالفعل لما خديوي اسماعيل عملها سنه 1969، الدول الاوروبيه بدات تبص على مصر وتحتلها، وده بالفعل حصل لما انجلترا احتلت مصر سنه 1882. طيب نركز في السؤال اللي بعده كده. بيقول لك: تخطط مظاهر الحضاره نطاق محيط الكره الارضيه كلها في العصور ايه؟ قديمه، وسطى، حديثه، معاصره. احنا قلنا يعني ايه اصلا تخطي محيط الكره الارضيه؟ يعني بدات تنطلق بره الكره الارضيه. كان في العصور الحديثه كان في اكتشافات جوه محيط الكره الارضيه، لكن لما يجي يقول لك تخطط نطاق الكره الارضيه، يعني هي ابتدت تطلع بقى الفضاء، تكتشف، تروح القمر، تكتشف الكواكب الاخرى. فده كان في العصور ايه؟ في العصور المعاصره. في العصور المعاصره لما يجي يقول لك تخطط نطاق الكره الارضيه، اكتشاف ان سقوط الانسان على القمر او اكتشاف الكواكب الاخرى كان في العصور المعاصره. طيب بص السؤال ده، والسؤال ده اتهرى كتير. يعد فتح القائد الاموي قتيبة بن مسلم بلاد ما وراء النهر الى، احنا قلنا اي حاجه بتتكلم على الاسلام، علماء، فتوحات، اي حاجه بتتكلم عن الاسلام يبقى العصور الوسطى. العصور الوسطى اي بقى فتوحات، قتيبة بن مسلم، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، ايا كان القائد بيتكلم عن فتوحات اسلاميه، اي حاجه خاصه بالاسلام في يبقى العصور الوسطى. طيب بص السؤال كده: ظهر الاعتماد على الطاقه الحفريه كبديل عن القوه العضليه في الانتاج. ايه السؤال ده؟ الطاقه الحفريه اللي هو قوه الاله، اللي هو البترول، اللي بدا الانسان يستخدم الاله بدل ما كان بيعتمد على القوه العضليه اللي هي الايد. طيب في خلال العصور ايه؟ عصور قديمه ولا وسطى ولا حديثه ولا معاصره؟ احنا قلنا الانسان او اوروبا ابتدت اللي هي تتغير من الثوره الصناعيه، ابتدت اللي هي تعمل الاله خلال العصور ايه؟ الحديثه. خلال العصور الحديثه اوروبا ابتدت اللي هي ابتدت اللي هي نعمل نهضه، فالنهضه دي اثرت على الثوره الصناعيه، فابتدت اللي هي تعمل الات بدل الانسان. فاستخدام ظهر الاعتماد على الطاقه الحفريه في العصور الحديثه. طيب بص السؤال ده كده، برضو السؤال ده نفس السؤال بصيغه ثانيه. في الصوره المقابله لغلاف كتاب يتناول فتره زمنيه مرت بها اوروبا. الفتره دي بيقول لك تاريخ اوروبا في العصور الوسطى. طيب بيقول لك بانها فتره تفوق حضاري ولا ازدهار صناعي ولا اضمحلال حضاري ولا تقدم علمي. احنا قلنا اوروبا في العصور الوسطى كانت بتتميز بالسقوط، بالاضمحلال، بالانهيار الاوروبي، ما كانش فيه اي نهضه خالص في اوروبا، كان بالعكس كان في تخلف في اوروبا. فما ينفعش خالص ولا تفوق حضاري ولا ازدهار صناعي ولا تقدم علمي، كان في اضمحلال حضاري. وبالمنطق كده باللوجيك لو احنا استبعدنا في الاختيارات هنلاقي الثلاث اجابات دول زي بعض: تفوق حضاري هو ازدهار صناعي هو تقدم علمي. فهتلاقي نفسك لو انت اصلا ما شفتش السؤال خالص هتلاقي نفسك بالاختيارات بس كده هتحلها اضمحلال حضاري. واوروبا في العصور الوسطى كانت بتميز بالاضمحلال الحضاري. طيب بص السؤال كده: قام محمد علي بالتخلص من المماليك في مسبحه القلعه عام 1811.
ينتمي الحدث ده الى تاريخ عصور قديمه وسطى حديثه معاصره. احنا قلنا عايزين جالنا تاريخ 1811، عايزين افترض مثلا انت ما تعرفش محمد علي ده في العصور ايه، عايز تحسب تحسب العصر ده في انهي عصر. احنا قلنا ان العصور القديمه في بدايه ونهايه كل عصر. العصور الوسطى ابتدت امتى؟ ابتدت من 476 لحد 1453، تاريخ 1453 تاريخ فتح قسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه. طيب العصور الحديثه ابتدت امتى؟ من 1453 لحد 1914 اللي هي قيام الحرب العالميه الاولى. طيب 1811 بقى بين الفتره دي اللي هي ما بين اللي هي في العصور الحديثه. العصور الحديثه بتبتدي من 1453 لحد 1914. ف 1811 كانت في فتره العصور الحديثه. طيب ظهر التناقض في مظاهر الحضاره باوروبا خلال، احنا قلنا التناقض في اوروبا ايجابيات سلبيات كانت في العصور ايه؟ في العصور الحديثه، التاريخ المعاصر. في قصدي في العصور التاريخ المعاصر مش العصور الحديثه. احنا قلنا التناقض ايجابيات وسلبيات كان في التاريخ المعاصر. طيب 23 يوضح محتوى الشكل المقابل خريطه قام برسمها العالم محمد بن حوقل وتنتمي الى، احنا العالم محمد بن حوقل ده كان عالم مسلم. احنا قلنا اي علماء مسلمين، اي حاجه بتتكلم على المسلمين كانت يبقى في العصور الوسطى. في العصور الوسطى اي حاجه بتتكلم عن الاسلام، علماء فتوحات، اي حاجه بتتكلم عن الاسلام يبقى في العصور الوسطى. طيب بص السؤال ده بقى والملحوظه المهمه جدا اللي احنا قلناها في الشرح. دخلت المسيحيه الى مصر على يد القديس مرقس في القرن الاول الميلادي. ينتمي الحدث السابق الى عصور قديمه ولا وسطى ولا حديثه ولا معاصره؟ احنا قلنا ملحوظه مهمه جدا في الشرح. احنا قلنا ظهرت المسيحيه في العصور القديمه اما انتشرت المسيحيه في العصور الوسطى. هو بيقول لك بقى المسيحيه دخلت مصر في القرن الاول الميلادي على يد القديس مرقس. القرن الاول الميلادي دي عصور قديمه. ليه؟ لان العصور القديمه اصلا انتهت سنه 476 يعني في القرن الخامس الميلادي. فيبقى القرن الاول الميلادي ده في العصور القديمه. يبقى انتشرت المسيحيه، يبقى دخلت المسيحيه في مصر في العصور القديمه، في العصور القديمه. طيب بص السؤال ده بقى. تؤكد الصوره المقابله على فقدان احد اهداف دراسه علم التاريخ المتمثله فيه. ده شكل اثر واحد حاطط عليه حرف الالف، احمد يعني كان تقريبا اسمه احمد او ايا كان يعني اسمه ايه. طيب بيشخبط على الاثار. ده دليل على ايه؟ دليل هو مش عارف قيمه الاثار دي، فبالتالي هو بيقدر يشخبط بقى عليها، زي مثلا يحط زباله عليها ايا كان الحاجه اللي هيعملها بيشخبط عليها مثلا. فده بيعبر عن ايه؟ اللي هو تنمية الشعور المسؤولية، فقدان أحد أهداف دراسة علم التاريخ وهو تنمية الشعور بالمسؤولية. لو أنا عندي شعور بالمسؤولية فبالتالي عمري لو أنا فاهم اللي ده إيه، الآثار دي معناها إيه، أنا مش هقعد أشخبط عليها، بل بالعكس هستهتم بيها. فده بيدل على فقدان أحد أهداف علم دراسة التاريخ وهو تنمية الشعور بالمسؤولية في المحافظة على مكتسبات الآثار. طيب يتماشى الدور الذي تقوم به الجمعيات المدنية في المبادرة المقابلة مع أحد أهداف دراسة علم التاريخ. المبادرة دي بتقول إيه؟ تقوم مبادرة حياة كريمة على تحسين الحياة للطبقات الأكثر احتياجاً، وتساهم في دعم هذه المبادرة العديد من الجمعيات الأهلية وغير الحكومية. بيقول لك يعني المبادرة دي بتهتم بالطبقات المجتمع اللي هي بتحاول تحل مشكلات المجتمع، ناس فقيرة فبالتالي بتحاول تساعدهم. وده بيتشابه مع أحد أهداف علم دراسة التاريخ وهو تنمية الشعور بالمسؤولية في المحافظة على المكتسبات اللي حققها المجتمع والمساهمه في حل مشكلاته. لما يجي يقول لك اي مشكله احنا بنحاول نحلها يبقى يبقى تنميه الشعور بالمسؤوليه. طيب نستنتج من تحليل معطيات الخريطه المقابله ان جايب لك خريطه اللي هو انتقال الحضارات شرق غرب شرق غرب. طيب شوف الاختيارات. استقرار جميع الحضارات في الشرق. لا طبعا الحضارات كانت في الشرق ثم انتقلت الى الغرب ثم عدد امراء اخرى الى الشرق ثم انتقلت بعد ذلك الى الغرب وهي مستقره في الغرب. طيب لما يجي يقول لك اعتبار اوروبا منبع الحضارات، لا طبعا اوروبا ما كانش منبع الحضارات، منبع الحضارات كان في الشرق الاوسط. طيب رقم د اقتصار الحضارات على العالم القديم، لا الحضارات كانت في الشرق ثم انتقلت الى الغرب ثم عادت مره اخرى الى الشرق ثم انتقلت بعد ذلك في الغرب وهي مستقره في الغرب لحد دلوقتي. يبقى الاجابه تدفق التيار الحضاري شرقا وغربا، في حضارات في الشرق وفي حضارات في الغرب، يبقى دي الاجابه الصح. خلي بالك في اسئله هتعملها او هتحلها من خلال الفهم، وفي اسئله هتحلها من خلال استبعاد، انت بتستبعد وبتحل. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ ينطبق النص المقابل على احد اهداف دراسه التاريخ.
ايه النص ده؟ بيقول لك لا يجوز في احد الدول التي توجد بها اقليات عرقيه او دينيه او لغويه ان يحرم الاشخاص المنتمين الى الاقليات المذكوره من حق التمتع بثقافتهم الخاصه واقامه شعائرهم او واستخدام لغتهم. بيقول لك احنا ما ينفعش اللي احنا نقص اي دوله فيها اقليات لازم نهتم بيها، ما ينفعش نشوفهم كده منبوذين. فده بيدل على ايه؟ بيدل على الابتعاد عن التعصب، ان مفيش دوله العالم لم يقم على حضاره واحده او عنصر واحد، بل قام على كثير من الحضارات وكل حضاره اثرت في الثانيه. فده بيدل على ان الابتعاد عن التعصب، ان العالم ما قامش على حضاره واحده او عنصر واحد، بل بالعكس الاقليه دي ممكن تؤثر على الاكثريه، فبالتالي تبدا تعمل حاجه فينتمي اليها الحاجه دي فتاثر على الحضاره وتعمل حضاره جديده. طيب، فالابتعاد عن التعصب. سؤال 29: ظهرت آخر الديانات السماوية الثلاث في عصور قديمة وسط حديثة معاصرة. آخر الديانات السماوية هي ديانة الإسلام، وقلنا الإسلام ظهر في العصور الوسطى، الإسلام ظهر في العصور الوسطى، يبقى هو كده قصده على العصور الوسطى. طيب، يقول لك سؤال 30: ترتبط الصورة المقابلة بإحدى الحضارات التي اتسمت بأنها مبنى الكولوسيوم احد مظاهر الحضاره الرومانيه. الحضاره الرومانيه دي كانت في العصور القديمه. بيقول لك بقى الصوره دي تعبر عن ايه؟ اخر حضارات العصور القديمه، ولا ذات صبغه دينيه واضحه، ولا احدى حضارات الشرق القديم، ولا استمرت خلال العصور الوسطى؟ اولا الحضاره دي كانت في العصور القديمه، فبالتالي ما فيش العصور الوسطى. احدى حضارات الشرق القديم، الشرق القديم لا، الحضاره دي كانت في الغرب مش في الشرق، فبالتالي الاجابه دي ما تنفعش لان هي في الشرق، لانها في الغرب مش في الشرق. طيب، ذات صبغه دينيه واضحه، احنا قلنا العصور اللي ذات الصبغه الدينيه هي العصور الوسطى، يبقى برضك مش معايا الاجابه دي. الاجابه المتبقيه او الباقيه هي الف، اخر حضارات العصور القديمه. طيب، سؤال 35 يقول لك ايه؟ يتمثل القاسم المشترك بين مفهوم الحضاره والتاريخ فيه. احنا قلنا الحضاره هو ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. طيب، التاريخ علم يتناول النشاط الانساني، الاثنين دول بيعبر عن النشاط الانساني. الحضاره ثمره اي مجهود يقوم به الانسان اللي هو النشاط الانساني، نفس الحكايه التاريخ وعلم يتناول النشاط الانساني، فالمتمثل او المشترك ما بين الاثنين هو النشاط البشري. اما استقرار الامن دي في الحضاره، ارتباط نشاتهما باختراع الكتابه ده التاريخ، ابرازهما للقدوه الصالحه دول التاريخ بس، فالقاسم المشترك ما بينهم النشاط البشري. طيب، 36 ركز ويلديورانت في مفهوم الحضاره على ويلديورانت. احنا قلنا ركز على الجوانب العمران والفن، عوامل الابداع والانشاء. احنا لو اتكلمنا مثلا عن الجوانب الاقتصاديه هو ما ذكرش اي حاجه اتكلم على الاقتصاد. تاثير الدين ما اتكلمش اصلا عن الدين خالص. التقدم في الجوانب الماديه لا، مش الجوانب الماديه بس، جانب ماديه ومعنويه. اما قال لك عوامل الابداع والانشاء، ابداع اللي هو الفن، انشاء اللي هي العماره، فالتقدم في عوامل الابداع والانشاء. طيب، سؤال 37: تركزت الحضارات التي يتناول الكتاب الموضح للصورة المقابلة في منطقة. الكتاب ده بيقول لك تاريخ حضارات العالم، حضارة فينيقية، عاشورية، بابلية، فينيقية، الفرس، اليونان والرومان، يعني في الحضارات القديمة. بيقول لك تركزت في منطقة ايه بقى؟ شرق اسيا وجنوب غرب اوروبا، ولا الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط، ولا حوض البحر المتوسط وشرق اسيا، ولا شمال افريقيا وجنوب اسيا؟ باختصار كده بيقول لك حضاره فرعونيه واشوريه وفينيقيه، يبقى الشرق الاوسط، يبقى اي اجابه ما فيهاش الشرق الاوسط يستبعدها. ادي شمال افريقيا مش الشرق الاوسط، شرق اسيا ما فيش، يبقى عندي الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط، ولا حوض البحر المتوسط وشرق اسيا. اصلا شرق اسيا ما كانش فيها حضاره في الاول، الحضارات كانت في الشرق الاوسط وكانت في الغرب، يبقى الاجابه الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط. الشرق الاوسط اللي هو مصر، العراق، فارس، فينيقيا، وحوض البحر المتوسط اللي هو اليونان والرومان. طيب، سؤال 38: تتميز الحضاره بانها سلسله متصله بين الحضارات من تيار حضاري عام متدفق. تؤكد العباره السابقه على احد القيم التاريخيه وهي الحضاره سلسله متصله من الحضارات، يعني مش قايمه على حضاره واحده او عنصر واحد، يبقى ده بيعبر عن ابتعاد عن التعصب، العالم لم يقم على حضاره واحده او عنصر واحد. طيب، نفس الفكره يتفق العنصر المقابل مع احد اهداف دراسه التاريخ، وهو بيقول لك قام الفيلسوف الفرنسي فوليتر: قد اختلف معك في الراي ولكني مستعد ان اقدم حياتي ثمنا لتعلن رايك.
بيقول لك يعني اللي هو ما تتعصبش لرايك، انا اختلاف اللي بيقول لك كده، يقول لك انا بختلف معاك بس في الاخر هسيبك تقول رايك. فده بيقول لك ايه؟ الابتعاد عن التعصب، انت ما تتعصبش للفكره اللي انت بتقولها. طيب سؤال 40، يعتقد الفيلسوف الالماني اوزوالد سبينجر ان الحضارات ايا كان يعني اي بتنجان الشخص ده ماشي، ان الحضارات مثلها مثل الكائنات الحيه تولد وتنضج وتزدهر ثم تموت. يستدل على صدق المضمون العباره السابقه من خلال ما حدث في الحضاره الاوروبيه في العصور ايه؟ الحضاره الاوروبيه كانت قويه جدا في العصور القديمه ثم اضمحللت في العصور الوسطى. يبقى بيعبر عن العصور القديمه والوسطى. العصور القديمه كانت اوروبا فيها قويه اللي هو حضاره اليونان والرومان، ثم جه بعد كده ماتت اوروبا وعصر اضمحلال او انهيار في العصور الوسطى. طيب سؤال 41 بيقول لك اثر قيام الثوره الصناعيه في اوروبا بشكل واضح على ظهور احد سلبيات العصور الحديثه. الثوره الصناعيه ادت لي سلبيات. احنا قلنا الثوره الصناعيه اثرت على حركه الجيوش الجغرافيه، بس دي مش سلبيات. ايه هي بقى السلبيات؟ اللي هي الاستعمار الاوروبي. الثوره الصناعيه خلت اوروبا تبتدي تعمل اكتشافات جغرافيه وخلتهم بدأ يعملوا بعد كده حركه الاستعمار الاوروبي. طيب تظهر علاقه بين العصور الحديثه والتاريخ المعاصر من خلال الربط بين العصور الحديثه والتاريخ المعاصر. واحد، حركه الاستعمار الاوروبي وقيام الحروب العالميه، ولا الثوره الصناعيه وحركه التحرر من الاستعمار، ولا الكشوف الجغرافيه واكتشاف الكوكب الاخرى، ولا حركه الاستعمار والثوره المعلومات؟ واحده واحده كده معايا. ده حركه الاستعمار الاوروبي وثوره المعلومات. هل الاستعمار اثر على المعلومات؟ لا، يبقى دي نستبعدها. طيب الكشوف الجغرافيه واكتشاف الكواكب الاخرى. الكشوف الجغرافيه دي اللي هو اوروبا القارات الثانيه ما اثرتليش على اكتشاف الكواكب الاخرى، يبقى برضه نستبعدها. الثوره الصناعيه وحركه التحرر من الاستعمار. الثوره الصناعيه اثرت في حركه التحرر من الاستعمار؟ لا، الثوره الصناعيه اصلا هي اللي ادت الى الاستعمار، فمالهاش علاقه. يبقى الاجابه هي حركه الاستعمار الاوروبي وقيام الحروب العالميه. الاستعمار الاوروبي ابتدت الدول الاوروبيه تنتشر في اسيا وافريقيا، كل واحد بدا يوزع التورته بتاعته في اسيا وافريقيا، وابتدوا يحصل صراعات وخناقات ما بينهم ادت الى حروب عالميه زي الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. طيب تجددت دماء الحضاره في مصر وبلاد العراق خلال العصور الوسطى بفضل. احنا قلنا الحضاره في الشرق الاوسط كانت في مصر والعراق وفارس وفينيقيا، ثم انتقلت الى الغرب، عادت مره اخرى الى الشرق عن طريق الحضاره الاسلاميه. الحضاره الاسلاميه يبقى من خلال الفتح الاسلامي، الفتح الاسلامي. طيب اخر سؤال معايا، وبص السؤال ده ركز فيه عشان هو بيقول لك اختيار اجابتين من الاختيارات، من دي 5 اختيارات واختار اجابتين. طيب يتشابه التاريخ المعاصر مع العصور الحديثه في بعض الملامح، وهي عصور التاريخ المعاصر مع العصور الحديثه في ايه؟ اكتشاف قارات العالم الجديد؟ لا، العالم الجديد ده كان في العصور الوسطى بس، الحديثه قصدي بس. طيب يبقى مش العصور المعاصره. اكتشاف الكواكب الاخرى والاجرام السماويه، الاجرام السماويه كانت في العصور المعاصره بس. غلبة الطابع الديني كانت في العصور الوسطى بس. يبقى الاجابه ايه؟ التاثير السلبي للانسان على الطبيعه. التاثير السلبي على الانسان على الطبيعه كان في العصور الحديثه، كان الاستعمار الاوروبي، وكمان كان في العصور المعاصره في الحروب العالميه. طيب استقرار الحضاره في الغرب، الحضاره في الغرب كان الحضاره استقرت في الغرب في العصور الحديثه وهي مستمره حتى الان في الغرب. يبقى الاجابتين ب د وه. طيب وبكده الحمد لله احنا انتهينا من شرح الدرس في الفيديو الاولاني. لو انت ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه، مهم جدا جدا جدا. ومن خلال فيديو الحل النهارده وضعنا النقط على الحروف في الفيديو بتاع النهارده، واكدنا على اهم الافكار وحلينا كل انواع الاسئله. فاللي انا طالبه منك انك تركز في كل كلمه قلناها في محاضره الشرح وتحل كل انواع الاسئله، وباذن الله باذن الله باذن الله التاريخ هيكون في امان لسنين قدام. اوعى تنسى الكلام. سلام.